في لحظات الغضب والزعل والانفعال ممكن رد أو كلمة تنهي الغضب ده في لحظة، وكلمة تانية تزود الغضب وتحول حتى المشكلة الصغيرة لكارثة كبيرة ممكن تنتهي عندها أقوى العلاقات، لأنك بتعرف وقتها قيمتك الحقيقية عندهم، وإن زعلك وغضبك عندهم ولا حاجة. فياريت لما تحصل مشكلة وتلاقي الطرف التاني في قمة غضبه حتى لو هو غلطان وفاهم الموقف غلط، بلاش تستهين بمشاعره وتقلل منها وتسخر منه، لأنه في اللحظة دي بيكون محتاج احتواء وتفهم وتقدير لمشاعره، بيكون محتاج تقدير أكتر ما هو محتاج تبرير، بيكون محتاج يحس إن مشاعره ليها تقدير، مش محتاج يسمع منك تفسير، محتاج احتواء لحد ما يهدى، وبعد كده تبدأ مرحلة العتاب والتبرير والتفسير، لأن بتكون دي أكتر لحظات محتاج فيها إنه يحس بقيمته الحقيقية في عيون اللي بيحبهم، محتاج إنه يحسوا إنه غالي عندهم. لما بتسخر مشاعر حد وقت غضبه بتزودها وبتقتل جواه أي رغبة في التعامل معاك لما يهدى، لأنه لما بيهدى بيكون مش محتاج مساندتك ليه اللي هو ملقاهاش وقت ما كان محتاجها. لما تلاقي حد غضبان وفي قمة زعله منك، احترم مشاعره واحترم غضبه وتعامل معاها بلطف، وحاول تمتص غضبه علشان لما يهدى يقدر تعاملك اللطيف معاه ويحترمه. وقتها حتى لو انت غلطان هيكون عنده القدرة انه يسامحك، لانك قدرت مشاعره في الوقت اللي كان محتاج لده. لكن لما تسخر منه وتستهزئ بمشاعره وتعتبرها حاجة ملهاش قيمة، لما يهدى من غير مساعدتك ويفوق من نوبة غضبه هيفتكر رد فعلك لما كان محتاج لك. من جواه صعب انه يقدر يسامحك مهما بررت له ومهما حاولت تفهمه وتشرح له، لأن وقت ما كان محتاج ايد تطبطب عليه لا ايد بتوجعه وتزود ألمه وتسخر منه، ايد نزل الضرب فيه بسخريتها وتريقتها عليه، ايد استمتعت بوجعه ومحسيتوش. ياريت بجد نكون رحماء باللي حوالينا، وخصوصا وقت مشاعرهم السلبية سواء حزن أو غضب أو انفعال. لو ما قدرناش نساعدهم في تجاوز مشاعرهم دي يبقى بلاش نزودها ونوجعهم أكتر، لأنهم في لحظة لما يهدوا مش هيفتكروا إلا التعامل معهم وقت مشاعرهم السلبية دي. فما تزعلوش وقتها من رد فعلهم، لأن فعلهم ده انتوا اللي أجبرتوهم عليه، حفظا لأدميتهم وكرامتهم. واعرف إن اللي هان عليه زعلك واستهان بيه انت ملكش قيمة عنده، واشكر المواقف اللي عرفتك قيمتك الحقيقية عنده.